السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. لو أنت أول مرة بتشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل جديد. احنا النهاردة هنعمل ريفيو عن ايه اللي بيحصل في محور 26 يوليو علشان نشوف ايه جديد واخبار مسار مونوريل 6 اكتوبر. ودي اول محطة موجودة معانا، هي المحطة اللي هتكون موجودة قدام جامعة مصر على محور 26 يوليو مباشرة وقدام الحي المتميز. والعمل شغال في المحطة دي بشكل كبير جدا، من أكتر المحطات اللي فيها شغل هي ومحطة مدينة الشيخ زايد. هنستمر تاني في اتجاهنا كده واحنا رايحين على ميدان لبنان أو نازلين على المهندسين علشان نشوف ايه اللي موجود على محور 26 يوليو. الميدان اللي احنا داخلين عليه ده ميدان جهينة، واللي بيشهد أحد الارتفاعات الكبيرة اللي هتكون موجودة لأعمدة المونوريل. تاني مكان فيها ارتفاع لحد ما وصلنا عند محطة ميدان جهينة، ودي المحطة رقم 2 اللي احنا عاملين عليها ريفيو النهاردة. المحطة اللي هتكون قدام جامعة النيل، وبرضو نسبة العمل فيها شغال بشكل كويس نسبة إلى باقي المحطة. طبعا الكلام ده كله شغال بشكل متسابق علشان خاطر إن في خلال 7 أو 8 شهور وفقا والتصريحات المبدئية اللي بتقول إن المونوريل ده هيشتغل على نهاية سنة 23. يعني في خلال 9 أو 10 شهور من النهاردة هيكون المونوريل شغال. احنا هنا على محور 26 يوليو، وشايفين المحلات اللي بقت منتشرة بشكل كبير جدا على المحور أمام مدينة الشيخ زايد. المنطقة ديت اللي هي أمام مدخل زايد 2000، واللي بنسبة كبيرة جدا انتهى فيها أعمال المونوريل إلى أن وصلنا إلى محطة الشيخ زايد الرئيسية. دي محطة المونوريل اللي موجودة أمام مدخل مدينة الشيخ زايد وأمام مدخل هايبر وان تحديدا. حاجة جميلة جدا. المرحلة دي من المراحل أو المحطة دي من المحطات اللي فيها العمل شغال بنسبة كبيرة جدا برضو. وهنستمر في الاتجاه على ميدان لبنان، وهنتفرج مع بعض هنشوف ايه اخبار مونوريل مدينة 6 اكتوبر. متابعين مع بعض مسار الرحلة اللي احنا واخدينها في اتجاه ميدان لبنان. وهنا قدام مدينة الخمايل بنتفرج على انتشار البراندات اللي بقت موجودة بشكل كبير برضو على محور 26 يوليو، لحد ما وصلنا في المحطة رقم 3 اللي احنا بنعمل عليها ريفيو النهاردة. بس العمل هنا لازال مش كامل بشكل كبير. محطة اللي هتكون أمام مدينة الخمايل زي ما احنا شايفين، دي محطة اللي هتكون أمام مدينة الخمايل. المونوريل من الحاجات الكبيرة جدا اللي هتغير مسار وهتغير شكل مدينة 6 أكتوبر. وصلنا هنا للطريق الصحراوي، ودي المحطة الرئيسية اللي هتكون في تقاطع محور 26 يوليو مع طريق مصر اسكندرية الصحراوي. المحطة دي هتكون محطة عملاقة، وهتكون مركز رئيسي للتبادل بشكل مباشر مع طريق مصر اسكندرية الصحراوي. حاجة غير طبيعية. المحطة شكلها هتكون فعليا محطة كبيرة جدا. هنمشي مع بعض تاني في محور 26 يوليو لحد ما هنوصل إلى نفق فودافون قديما اللي كان موجود هنا. نفق ميدان، مش نفق ميدان فودافون بقى، ده نفق فودافون أو الإعلان الشهير لإعلان فودافون. إن النفق ده طبعا اتشال واتغير واتعمل مكانه الكوبري ده اللي هيكون في اتجاهين رايح وجاي، وده هيخدم منطقة أبو رواش بشكل كبير جدا. استمرينا في الاتجاه إلى ناحية ميدان لبنان. زي ما احنا شايفين برضو لازالت عملية توسعة محور 26 يوليو على الجنبين في الاتجاهين. زي ما احنا شايفين احنا هنا في منطقة المنصورية. طبعا لازالت عملية إزالة
الأسفلت القديم وتوسعة المحور شغالة بشكل كبير جدا. نتمنى إن شاء الله الموضوع ده يخلص والمشروع ده ينتهي في أقرب وقت، لأني هيكون من المشاريع العملاقة اللي بتخدم مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.